فضل الكثير من اللاعبين الذين تعود أصولهم للجزائر تمثيل بلد آخر بحثًا عن المال والشهرة، أو لم يجدوا مكانًا أساسيًا داخل تشكيلة الخضر. وعانى المنتخب الجزائري من ضياع مواهب عالمية، ربما لو مثلت الجزائر لنافس على بطولات عالمية. وقررنا أن نعرض عليكم خلال هذا الفيديو أبرز 10 لاعبين رفضوا تمثيل المنتخب الجزائري ومثلوا منتخب آخر، والقائمة كالتالي: كريم بوضيف. ولد بوضيف في فرنسا، وهو لاعب قطري مجنس من أصل جزائري مغربي، وفجر اللاعب واحدة من أكبر مفاجآت المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة، خاصة وأن اللاعب تلقى دعوة لتمثيل الخضر، لكنه فضل تمثيل المنتخب العنابي. ومن غرائب الصدف أن أول مشاركة لبوضيف مع قطر تزامنت بتواجد بالماضي على رأس العارضة الفنية لمنتخب قطر. سمير نصري. تنحدر النصر التي تدعى وسيلة من مدينة بسكرة الجزائرية، وأبوه يدعى حميد ينحدر من مدينة قسنطينة. وهاجر جدي سمير نصري من الجزائر إلى فرنسا، تحديداً إلى مدينة الجنوب الفرنسي مرسيليا، وهناك كانت بداية اللاعب في ممارسة كرة القدم. واختار اللاعب تمثيل فرنسا بسبب أنها كانت تضم نجوم كبار كثيرة وتيري هنري وأنيلكا. بوعلم خوخي. ينحدر لاعب المنتخب العنابي من أصل جزائري، حتى أنه ولد في مدينة بوسماعيل ولاية تيباز في الجزائر، وكانت بداياته الكروية في دوري الدرجة الثالثة الجزائري، وانتقل بشكل مفاجئ سنة 2009 إلى نادي كبير في قطر وهو العربي ليتألق بشدة في الدوري القطري، واستدعاه المنتخب الجزائري الأولمبي بعد سماع أن قطر ترغب في يتميسه، لكن اللاعب لم ينضم إلى صفوف الجزائر ليختار بعدها تمثيل المنتخب القطري. نبيل فقير. ولد اللاعب ذو الأصول الجزائرية في مدينة ليون بفرنسا، لأب وأم جزائريين، وكانت كل الأمور تشير إلى تمثيل اللاعب المنتخب الجزائري، خاصة بعدما أجرى الاتحاد الجزائري اتصالات مع اللاعب ليمثل الجزائر. وقد أكد رئيس الاتحاد أن فقير سيلعب مع الخضر، ليخرج بعدها اللاعب لوسائل الإعلام ويؤكد أنه سيدافع عن المنتخب الفرنسي بدلاً من الجزائر. وتابع اللاعب: أنا فرنسي من أصول جزائرية وفخور بذلك، وقد حقق مع المنتخب الفرنسي كأس العالم سنة 2018. كمال مريم. ولد سنة 1979 بمدينة مونتبليار بفرنسا من أبوين جزائريين، وكان يتوقع لهذا اللاعب مسيرة كبيرة على ملاعب كرة القدم، وكان من المنتظر أن يكون خليفة زيدان في الديوب، إلا أن اللاعب تراجع مستواه سريعاً، وأخفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ضم اللاعب خلال سنة 2000 في وقت برز فيه اسمه ضمن نادي سوشو الفرنسي، ورفض اللاعب دعوة الانضمام إلى الخضر ليمثل بعدها الديوك، وشارك معهم في 4 مباريات دولية فقط. حسام عوار. ولد عوار في ليون بفرنسا، وتنحدر عائلة اللاعب ذو الأصول الجزائرية من مدينة بنيصاف التي تقع في ولاية عين تموشنت بالغرب الجزائري، لكن اللاعب فضل تمثيل المنتخب الفرنسي بالرغم من إصرار جمال بالماضي لضمه إلى كتيبة محاربي الصحراء. كيليان مبابي. كان بإمكان النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم مع فرنسا اختيار اللاعب لصالح منتخب الجزائر، حيث إن والدته جزائرية تدعى فايزة العمارية ووالده كاميروني. لكن مبابي ولد ونشأ في فرنسا، وتم اختياره للعب في أكاديمية كاليرفونتين المرموقة منذ صغره. عام 2016 فاز مبابي بكأس أوروبا تحت 19 سنة مع منتخب فرنسا، وبعد ذلك بعامين رفع كأس العالم مع الديوب. وقد طالبت الجماهير الجزائرية اتحاد بلادها بانتداب هذا اللاعب ليلعب في صفوف الخضر. زين الدين زيدان. ولد زيدان في فرنسا، وينحدر من والدين جزائريين. وفي سنة 23 يونيو عام 1972 ولد أحد أساطير كرة القدم الذي وضع بصمة كبرى في تاريخ كرة القدم. وفي سنة 1998 حقق كأس العالم، وبعدها بعامين حقق بطولة اليورو سنة 2000. ومع الأندية حقق العديد من الألقاب، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002. ويعد زيدان أحد أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقاً للإنجازات الفردية،
وفي رصيده حوالي 50 لقب فردي في مشواره الاحترافي، أهمها جائزة الكرة الذهبية سنة 1998. المهدي بن عطية ولد مدافع المنتخب المغربي في فرنسا، لأب مغربي وأم تعود أصولها إلى الجزائر، وحسب وسائل إعلامية فإن اللاعب تلقى عرضاً من المنتخب الجزائري، غير أن نجم يوفنتوس السابق فضلوا اللعب لصالح منتخب بلاده الأصل من جهة والده. ومن غرائب الصدف أن المدافع المغربي سجل أول أهدافه مع المنتخب المغربي في مرمى منتخب الجزائر، وكان ذلك في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2012. كريم بنزيما ولد نجم ريال مدريد في ليون بفرنسا من أصل جزائري، وكان اللاعب محل تنافس كبير بين الاتحادين الجزائري والفرنسي لكرة القدم، حين سطعت نجوميته منذ عام 2006 مع نادي ليون، وقرر اللاعب في عام 2006 تمثيل فرنسا على حساب الجزائر. وحاول المسؤولين عن الاتحاد الجزائري إقناع كريم بارتداء ألوان منتخب بلده الأصلي واتصلوا به شخصيا، لكن اللاعب فضل تمثيل فرنسا. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو أكثر لاعب كنت تريد أن تراه بقميص محارب الصحراء؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.